لو دخلت الجيم اول مره هتسمع حاجات غريبه جدا. واحد يقولك يلا نعمل سوبر سيت، والتاني يقولك دي هايبر تروفي، والتالت ترمي كلمه بالك في نص الكلام، وساعتها هتحس انك داخل درس انجليزي مش جيم. عشان كده جات لي فكره الفيديو ده، قلت نعلم اخواتي اللي لسه بادئين الجيم اهم الكلمات اللي هتعدي قدامهم في الجيم، عشان محدش يعيش الدور عليك يا دبابه. مفيش جيم مش بنلاقي في اتنين بيتكلموا على البالك، دايما هتلاقي كلمه بالك بتتكرر كتير على لسان اي حد بيلعب جيم. فتعال افهمك يعني ايه بالك وازاي تعمل بالك. بص يا باشا، البالك يعني تضخيم، وعندنا البالك بيتقسم لنوعين، ديرتي بالك وكلين بالك. انت دلوقتي هتقول ايه الكلام ده يعني ايه؟ تعال افهمك بالتفصيل ممل. احنا قلنا بالك يعني تضخيم، واحنا عندنا نوعين تضخيم، في تضخيم نظيف وتضخيم مقرف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك نوعين تضخيم وانت بتختار عايز ايه، ان كان كلين او ديرت. وانا نصيحتي ليك طبعا خليك في الكلين بالك، وهقول لك ليه. الكلين بالك بيكون فيه نظام ليك وصحه اكتر، كمان بتكون مظبط البروتين بتاعك والكارب بنسب كويسه مش بغباء، وده بيفرق معاك جدا طبعا، لانك مش بيفرق معاك ان كنت لابس هدوم او بتصيف، حتى انت شكلك شياكه في كل الحالات، ودي ميزه حلوه طبعا، عكس الديرت بالك اللي بتكون فيه بتاكل اي حاجه تيجي قدامك بدون نظام غذائي وبدون ما تحسب سعرات، والنتيجه بتكون معروفه. وعارف المشكله ايه؟ ان الفئه اللي بتعمل ديرت بالك بتكون فاكره نفسها مفيش حد زيها. انا معاك فعلا، بيكون شكلك حلو في اللبس وبتبان اضخم وبتشيل اوزان اعلى، بس انت صحيا صفر، ولو رحت صيفت هتتكسف تنزل البحر كمان، وكل ده ولا حاجه. المشكله الحقيقيه هتلاحظها لما تيجي تعمل كاتنج، هتلاقي الموضوع صعب بطريقه غبيه. ثواني يعني ايه كاتنج اصلا؟ هتلاقي واحد بيقول لك انا هبدا كاتنج الشهر الجاي، وانت بتقول له لا حلو ده هبدا معاك، وانت فاكر ان الكاتنج ده نظام تمارين جديد. فعشان ما تبقاش انت الشخص الكرنج ده، تعال افهمك يعني ايه كاتنج بالظبط. بص يا دبابه، الكاتنج ده عكس البالكينج. يعني ايه؟ يعني تنشيف، بتركز على انك تنزل نسبه الدهون اللي في جسمك وتوصل لدرجه نشفان قويه بتخلي شكل جسمك تحفه فنيه. فانت في البالكينج بتاكل دهون وكارب عادي مش بتهتم قوي، انما في الكاتنج انت بتركز على انك تعلي نسبه البروتين وتقلل الكارب. ولو انت كنت تعمل ديرت بالك فهيكون صعب عليك تعمل كاتنج بسهوله. عشان كده بنصحك لو هتعمل بالكينج اعمل كلين بالك، عشان لما تيجي تعمل كاتنج يكون الموضوع سلس اكتر، مفيش مجهود وملل وتعب. ولو عايزيني اعمل فيديو اتكلم فيه عن البالكينج والكاتنج بشكل اوسع وادق، اكتبوا لي في الكومنتس تحت. في كلمه تانية برضو هتسمعها دايما، وهي السوبر سيت. بص يا معلم، السوبر سيت يعني انك تدخل تمرينين في بعض من غير راحه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا تدخل مجموعه بايسبس وبعدها على طول من غير ما تريح تدخل على مجموعه ترايسبس. العضله هنا مش هتلحق تاخد نفس، وده هيخليها تتطور بشكل اسرع. الميزه ايه؟ انك بتكسر الروتين وتخلي الدم يجري في العضله جامد جدا، وبتوفر وقت كمان. فلو عندك صاحب بيقعد 3 ساعات في التمرين اعرفه على السوبر سيت عشان تنجز بقى. وبرضه هتلاقي كلمه شبهها كده اسمها دروب سيت. بتشوف الناس اللي بتكون واخده كل الدنابل اللي في الجيم وحاططهم قدام، وشفت الشخص البارد ده بيكون بيلعب دروب ست. يعني الدروب ست بتمسك وزن تقيل تلعب بيه لحد ما توصل لفشل عضلي فيلير، وبعدها على طول تقلل الوزن تدريجيا وتكمل. مثال، بتلعب بدمبل ب20 وخلاص مش قادر، فتنزل وزن بدمبل 15 وتكمل، خلصت تنزل 10 وتكمل، وده بيخليك توصل للفشل العضلي بشكل قوي جدا. بس يعني لو جيم زحمه بلاش، عشان هتخبط نظرات مالهاش لازمه. بما ان جبنا سيره الفيلير، فتعالى نعرف يعني ايه. ببساطه فيلير انك تكمل العده اللي بتتهز فيها وشك بيحمر ومش قادر خلاص. دي بقى عدات الفيلير، ودي اهم عدات في التمرين، لانك بتوصل العضله لاخر مدى عندها وبتديها اشاره انها لازم تكبر المره الجايه. نيجي بقى للكلمتين اللي هتسمعهم كتير في اي نظام تمرين، بوش وبول. بوش يعني ده في تمرين تدفع فيها الوزن بعيد عنك، زي البنش بريس للصدر او الشولدر بريس للكتف او الترايسبس. في كل التمرين دي انت تدفع الوزن عن الجسم. ولكن البول يعني سحب، تمارين اللي بتسحب فيها الوزن ناحيتك، زي العقله، تمارين الظهر او البايسبس. في انظمه كتيره مبنيه على الفكره دي، يوم بوش ويوم بول ويوم ليجز، وده بيخلي التمرين منظم اكتر وبتدي كل عضله حقها. كده يا وحش احنا شرحنا بالك وكاتنج وصوره ست ودروب ست وفيلير وكمان بوش وبول. يعني لو اي حد رمى اي كلمه من دول في الجيم تبقى فاهم وواقف دماغك عاليه، ما تخليش حد يتفزلك عليك يا دبابه. لو عايزين جزء تاني نشرح فيه مصطلحات اكتر زي البروجريسيف اوفرلود والكومباين والايزوليشن، اكتبوا لي تحت بالكومنتس. وطبعا ما تنساش اللايك والسبسكرايب يا دبابه. سلام.